تخيل معايا كل ليلة بتحط الموبايل جنب راسك على المخدة. بيكون الموضوع باين إن هو عادي، لكن الموضوع مش عادي خالص. جسمك بيشوف الموضوع بشكل تاني مختلف خالص. أول ما تطفي النور، المخ يبدأ يدخل في وضع الراحة، والملتونين يعلى، والجسم يستعد يصلح نفسه. لكن هنا المفاجأة، الموبايل لسه شغال، بيبعت إشارات لاسلكية عشان شبكة الواي فاي، والإعارات مش انفجارات، مش نار، لكن موجات كهرومغناطيسية ضعيفة حوالينك طول الليل. وساعتها دماغك يفضل قريب جدا من المصدر ده. هي مش كارثة، بس تعرض مستمر كل يوم. ولو الشاشة بتنور قبل ما تنام، الضوء الأزرق هنا هو اللاعب الحقيقي. الضوء الأزرق يقول للمخ اصحى لسه بدري، فيقلل الميلاتونين، ودخولك في النوم العميق يتأخر. تنام عدد ساعات كويس، لكن تصحى حاسس إنك ما نمتش كفاية، تركيزك أقل، مزاجك مش ثابت، وتقول هو أنا مالي النهاردة. مش شرط يكون السبب الموبايل لوحده، بس العادة الصغيرة دي ممكن تبقى جزء من الصورة الكبيرة. خلينا نكون واقعيين، الإشعاعات من الموبايل وفق المعايير الحالية منخفضة جدا، ومفيش دليل قاطع إنها بتطبخ المخ زي ما الناس بتحب تقول. لكن جودة نومك دي حاجة تقدر تتحكم فيها. تبعد الموبايل شوية عن السرير، تفعل وضع الطيران، أو على الأقل تقفل الإشعارات قبل النوم. حركة بسيطة ممكن تفرق جدا في إحساسك الصبح. دلوقتي بصراحة قولي، موبايلك بينام فين؟ جنب راسك والّا بعيد عن السرير؟ قُل لي في التعليقات، ما تنساش اللايك والاشتراك والشير، دعمك سبب الاستمرار يا صديقي.